مرحبا بكم. مؤخرا سعيد الناصري حط فيلم نيضة، واللي قال لك بانه تمنع من القاعات السينمائيه وهو تعرض في ميغاراما هنا ديال مراكش، وكان ليه بريزونطاسيون، كانت فيه تقديم في المهرجان اللي فات، في اطار انه نخلق واحد شويه البوز خارج المهرجان ونغطي على المهرجان. عاوتاني نفس القضيه دارها هذا العام، فسعيد الناصري قدم عاوتاني الفيلم ديالو ولاحو في يوتيوب في الوقيته اللي كان فيها المهرجان باش يخلق واحد البروباغندا مجاوره للمهرجان. على العموم الفيلم بصفه عامه فهو فيلم ضعيف جدا. المختصر المفيد هو بحال قلتي اجموع ديال القهوه، يعتمد على دغدغه المشاعر ديال المواطنين بواحد الطريقه شعبويه وواحد الخطاب اكل عليه الظهر ديال انه كاع الناس المسؤولين كلهم شفاره وكلهم خايبين وحتى واحد مزوين، وفي اطار انني نبدا نلصق الاتهامات لعباد الله بدون سند قانوني. فهذا في حد ذاته ولا واحد الحاجه اللي تيلتزموا وتمشيو ليها الضعفاء باش انهم يهضروا فيها. فعلى العموم الفيلم قبل ما نهضروا على الخطاب الشعبوي وكل شيء شفار، انت سعيد الناصري انت الاول راك ناقل الفيلم ومقتبسه من جوج ديال الافلام اللي هما الارهاب والكباب ديال عادل امام وجون كيو ديال دينزل واشنطن. شويه من هذا وشويه من هذا ودمق من هنا ودمق من هنا، ونخرجوا الافلام بحال ديال ولد الشرقي وغيرهم من الافلام اللي كانوا تيدوزوا في يوتيوب واحد الوقيته وكنا تنضحكوا عليهم. فراك وليتي تدير بحالهم. الا كنتي ضعيف سواء في الحبكه الدراميه او لا في السيناريو او لا حتى في التمثيل، لانه نفس البيرسوناج شفناه فيك مدى الحياه، ف وتنتقد دابا السينما، يعني السينما بصفه عامه والاعلام بصفه عامه بانه غير هادف. فانا ديما تيبقى عندي السؤال في خويا ومراته والربيب وغيرهم والعوني وغيرهم من الحويجات اللي كنت تدير فيهم، اشنا هو الهادف اللي كان في هذوك المسلسلات والسيت كومات، واشنا هما الرسائل اللي كنتي تدير؟ ولا واقيلا حد ديك الساعه كانوا تعيطوا لك فكان كلشي زوين، ودابا ملي ما بقاتش عندك حقك من الكيكه ديالتهم فولا كلشي خايب.